الخزان السابع من سن 35 ل42، وهو حب العطاء الغير مشروط لمن يعتمد عليك كليا بصفة دائمة. يعني ايه unconditional love to a dependent؟ كلام كبير مش كده؟ يعني بعد ما تكونت الخزانات اللي قبل كده كلها وعلى مر السنين، انا اخدت بالي منها ومليتها كلها، وعارف امتى بتفضى، وعارف تأثيرها ايه، وعارف بملاها ازاي، وعارف ايه اللي بيساعدني. بيتخلق احتياج تاني، وهو احتياجي للعطاء بصفة قوية. عطاء بدون مقابل، حب بدون مقابل، بدون شروط. حبي وجهدي لأولادي ده حب بدون مقابل وبدون شروط. معناه اني محتاج حد يبقى معتمد عليا كلية. وما بتكلمش على الناس كبار، لان لما بيبقى عندي زوجة او زوج معتمد عليا، مش بحس ان انا بديله عطاء صح، لان هو المفروض انه انسان كبير يقدر يعتمد على نفسه. لكن وجودنا مع بعض من اجل المتعة ومن اجل المشاركة. انما الطفل هو كائن لا حول له ولا قوة، بالذات في بدايته. عشان كده هنا بيبقى totally dependent عليا او معتمد عليا اعتماد كلي. والفكرة مش اني اسعد بس بده، الفكرة اني اكون قد المسؤولية. يعني اعرف ازاي اديله الرعاية المطلوبة من غير ما ابوظه او اطلعه حد تالف او معتمد عليا اعتماد مرض. الناس اللي ما تقدرش تبقى عندها اطفال في المرحلة دي، بتقدر تملأ الخزان ده بان هم يدوا نفس القدر من الاهتمام او الرعاية لكائن اخر يكون معتمد عليهم تماما، زي حيوان اليف او زي نبات. وفي الحالة دي يقدروا يملوا الخزان بتاعهم ده بفيتامين اسمه فيتامين دي، اللي هو love for a dependent، وحد مسؤول مني تماما.